السبع حبات دي طبعا اساسيه في اي اكل. تمام. اي اكله اساسيه فيها، بتعملي تتبلي فراخ مثلا، لحمه مسلوقه، لحمه متبله، ده اساس في اي حاجه. سمك، فراخ، اه، لحمه، اي اكل بتحط فيه. مع فرق زيادات مثلا في حاجات معينه. فراخ مثلا هتزودي روزماري، كفته حواوشي هتزودي كباب صيني مع جوز الطيب، مع شويه قرفه كده. مثلا عندك في الشوربه، لو هتحط مثلا الشوربه هيبقى ورق اللوري مع الحبهان، هم كويسين خالص على الشوربه، مع قرفه حاجه بسيطه دول خالص. الست بتيجي اه تاخدهم حصى وتطحنهم عندها في البيت. اه اه. طيب دول ايه بقى التوابل الجاهزه، وايه كل نوع له نوع مختلف؟ خلاص. المهم انت عندك اصلا في جرادل كتير اصلا محطوطه. ماشي. التوابل الجاهزه، بالنسبه للتوابل الجاهزه في موجود بهارات للكبسه جاهزه، في كاري، توابل الفراخ، فراخ مشويه، في بصل بودره، توم بودره، ده كله كمان على التوابل عادي يعني، بيضاف طيب اضافات جوه حضرتك مع بتقول التوابل ان في نفسها. توابل للحمه وتوابل للفراخ اه، وتوابل للكبسه وتوابل للمحشي، وايه كمان؟ في عندك لحمه مشويه، في مثلا عندك بهارات للبرجر موجوده، بهارات للكفته موجوده عادي، في ايه تاني، بهارات حواوشي، بهارات محشي، بهارات بطاطس، كل بطاطس. حاجه عندها ليها بهارات. ودي بتبقى جاهزه ولا احنا اللي بنختارها برضو ونطحنها؟ دي جاهزه، دي حاجات جاهزه. وممكن برضو انت في نفس الحاجه دي تضيف عليها مكونات تانية تطلع لك نفس النتيجه دي، بس انت اللي عاملاها يعني. طب ايه الفرق بين الجاهزه وبين اللي احنا بنعملها بنفسنا؟ عندك مثلا هنا. هو جاهز بيكون مثلا الفرق بيكون ريحته او طعمه ممكن تلاقيه اشد شويه، عشان هتلاقي عليه اسانسات طعم، بيديله اصلا اطعم مختلفه بتحط عليه، زي الطعم مثلا الجبنه والطعم الفراخ والحاجات بتاعت زي طعم زي المطاعم الاطعم كده، الجاهزه. اكل المطاعم كده مثلا. اه. اه. بس اما ده الفرق بين الجاهز. اما انت البهارات العاديه اللي هي الموجوده اللي هي اللي بتعمليها انت، بتبقى بهارات تعتبر انه اصلا. افضل التوابل اللي احنا اه، بنعملها ولا الجاهزه زي ما حضرتك بتقول هنا؟ لا، اللي بتعمليها احسن. لو هتعملي انت بقى بهارات عندك انت، هتبقى بهاراتك انت افضل كتير.